بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاة الكسوفين ما بطلات العبدي سرقاد باب دوان. كسوف الشمس وكسوف القمر مالخ لاتر بطلاتر، ويقال فيهما تشن أول خسوفان أول. وفي الأول الحلقة كسوف أول بالغاتر، والثاني شلدر خسوف أول بطلاتر، وهو إذا أشهر غرد الله، وحكي عكسه عكس حديثنا خسوف مالغاتر كسوف بطلاتر دو أهل حديثنا. هي إلى سنة. وفي روزة شاك أسلع مدرة مؤكدة شاهد سنة مؤكدة، لأنه بيامر خلدل صلى الله عليه وسلم أمر بها إدياء أمر ديش وصلى لامز دندل لكسوف الشمس مالغاتر. رواهما إشي ديسنا الشيخان شن شيخو، فيحرم يأخذ بنية صلاة الكسوف ما بطلت لا مصدر نية يأخذ، ويقرأ الفاتحة فاتحة ديشتو ديخش، ويركع الركوع ديدو ثم يرفع حل نيسلو ثم يقرأ الفاتحة تاقيها فاتحة ديشتو ثم يركع تاقيها ركوع ديدو ثم يعتدل تاق حل نيسلو ثم يسجد تاق سجود ديدو. السجدتين لام زياديش سجود، ويأتي بالطمأنينة تيمش ببوتو في محلها اتيم بش متجاشكا، فهذه ركعة تركعت ثم يسلي ثانية تأخشى الله دول ركعة ديدتو، كذلك اشتئي حرادك محاخوري. هذا أقلها وقول لخر بالبارم بوتين، كما في الروزة شاه مدري وأسلها روزة أسلها مدري. فإذا ركعتان شركعتو في كل ركعة هو ركعتين ركوعان ركوع دولش، كما فعل إذا مداري فيامر صلى الله تعالى عليه وسلم. ولا يجوز مقداد زيادة ركوع سوداء ثالث قزلو فأكثر صدقة لتمادي الكسوف بوت مال لاتر سودالرز، ولا نقصه شن ركوع الإيشو مقداد، أي نقص ركوع إيشو مقداد من الركوع شن ركوعها للإنجلاء بوت مال دباست بالله في الأسعد والشنة. وثانيس يزاد صوت أخذ وينقص إيشد يدو على ثانيس ما ذكر حاخنك لما ذكر حاخن شون محبوط لاتر داخل الله صونا ركوع يدو سيخ عبي إذنها إيشد يدو الله. ويجري الوجهان إشي وجه ليلة في إعادة الصلاة لا مز دريح إذا بقي الكسوف محبوط لاتر بعد السلام لا مز عديز شلدا سلام ديال شلدا. والأسع دوشتك المان دوختو عدد سوداقر يشور مقر. وما إذ في رواية مسلم رواية عدوشتك أنه بيامر خلال صلى الله عليه وسلم صلىها سوى إلى مزدير آل دولو ركعتين شركة دير آل، في كل ركعة هو ركعتين 3 ركوعات قوق ركعت دولوش. وفي أخرى قيش دي سريع لو أز مسلم خلال دول 4 ركوعات دي ركوع داش دير آل دولو. وفي رواية عن رواية لأبي داود وغيره أبو داود إيواتشون خلدالشا 5 ركوعات هو الركعة بب ركوع دولوش دير آل دولو. أجاب الأئمة إمام الجواب دل عنها أو رواية بأن روايات الركوعين شركوع دل روايتش أشهر وأصح وقري غرد الله نيسو خلرت، فقدمت تندلج حلق دعنا ترقع دولشون تتوجنا. وما إذا في حديث أبي داود وغيره أبو داود إذا واتشه ناشن حديث عدرقة أنه بيغمر خلال صلى الله تعالى عليه وسلم صلاها مخبوط لا سلام سودين خلال ركعتين شركات، أي من غير تكرير ركوع زونا ركوع در دوتش، كما قال به أبو حنيفة تنس حكم در. قال نووي سهلة في شهر المذهب شاحة أجاب جواب دل عنهما تشنيخا أصحابنا وأصحابش بجوابين شن جوابت. أحدهما تشنيخ ساعة أن أحاديثنا ويدلل الحديثش أشهر وأصحوا وقرأ غرد الله نيسو خلت وأكثر رواة إحاديثش ديتوش برش دقوا خلرتا. والثاني شلاد الجواب أن ويخلردو نحمل أحاديثنا وحديثش حش على الاستحباب سنة خلرنتي، والحديثين
أبو داود إيواتشو ديتين دولش حديثة على بيان الجواز مكش خلاف تحوش. قال النووي سأل ففيه تنقاح تسريح بالقلدردو منهم تارقر ويفقن أصحاب أشكر بأنه إلى مزديش والسك خلر لو صلاها تو إلى مزداح ما بطلات اللامز ركعتين ركعت كسنة الزهر بألامز سنة سنة ونحوها إسندق سنة صحت صلاته تنلامز مجردو للكسوف ما بطلاسا وكان يخيقو تاركا شادثنا للأفضل دزودر تقدي لهز ولا ينافي هذا حقوة فرض لامز ديش دولو سنة 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 لامز ديشا محبوط لاسر لامز خردو الشو لاسدوق دوق صدو ما إذا تقدم حلقنا من امتناع نقص ركوع هو الركعة عدولشا شش ركوع تا ركوع يشوى مكش تخلر من محبوط لاسر لامزخة لأنه إذ دل بالنسبة دلرت لمن أتشنغ قصد شادقلاس خلوالشنغ فعلها مربوط لاسر لامزد بالركوعين هو الركعة شش ركوع ديش. وفي شرح الموازي بعده عن الأمة ديتنا أن من صلى الكسوف مربوط لاسر لامز دينسك وحده شاء ثم أدركها مع الإمام تقتلتها إمام خيشي سنة لامز صلى معه تنسان يخدي الدو والأكمل قاتم بولش بالبارمة فيها مربوط لاسر لامزيحة مع ما تقدم حلقا شنسا أن يقرأ وديشدو في القيام الأول حلوة التريح بعد الفاتحة فاتحة ديشولتها وما إذا ديشولتها يتقدمها تلحظوش من دعاء الافتتاح وجهته والتعوذ أعوذ ذاكر خيئة البقرة بقر سورة ديشدو أو قدرها يتنبارم ديشدو تنبارم يقوار ديشدو إن لم يحسنها أي تندكو أشتاتها. وفي الثاني شلودوش ركعتها كمئتي آية شبع آية سندر شبع آية تلدرك ديشردو منها سنخ بقرة. وفي الثالث قلودوش إرهو التريع لافتر أوزن ركوع شيء ركعة شيء بيداز ركوع دي دقسنها 150 باش وضع آية بارمة ديشردو منها بقرة. والرابع ديردوش حلوة تشا إلى 300 آية ديشردو تقريبا جرقة يخير بارمة. وفي نص آخر قيشنا السعدو لساني شلودوشن آل عمران ديشدو حلقرشن بقرة ديشدو شلودوش إرهو التريع آل عمران ديشدو أو قدر آية بارم بيشبار. وفي الثالث خضوش إرهو التريع نساء سورة ديشدو أو قدر آية بارم بيشبار. وفي الرابع ديردوش حلوة التريع مائدة سورة ديشتو أو قدر آية بارن بيشتوال وهما إشي متقاربان إشينس آية ديشتو بوشترك بسم الله ديشتو بوشتر شينس يخير بارن بوتيرش. والأكثرون دقوب العلمنا على الأول حلقش نسان تعبو. وفي استحباب التعوذ أعوذ داخل سنة خلالها للقراءة ديشرنا في القومة الثانية شلو حلقة التريع وجهان شيني بو في روزة شاق. قال سؤال وما شيء الوجهان إشي نقبو في التعوذ أعوذ داخل يا بولش بولا في الركعة الثانية شلو دوش ركعتها أي في سائر صلوات خدوش لامزشكاها شلو دوش ركعتها سنتها أعوذ دوق دوي داس البول إي قوسا بوتسيقا أصحهما تشني أطول لك كما قال في شرح الموزب ما قال الاستحباب سنة خلال أعوذ داخل شلو دوش ركعتها ويسبح في ركوع تسبح ديدو الأول حلقة ركوع قدر 100 من البقرة بقرة سورة آية بارمية. وفي الثاني شلودول ركوعها 80 جزء آية بارمية تسبيح ديدو. والثالث قزودول ركوعها 70 خص آية بارمية تسبيح ديدو. والرابع ديلودول شنقة 50 جزء تسبيح ديدو تقريبا جرقة. ويقول سوائردو في الرفع الأول من كل ركوع وسركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. قال في شرح الموزبالة إلى آخره شيخ دالس روى الشيخ عن شيخ وديسنا عن ابن عباس قال سؤال
خسفت الشمس ما ليصير على عهد رسول الله ديل زمنا صلى الله عليه وسلم فصلى لا مصدر سؤال قال مسلم قال والناس ناه معه سنسان لا مصدر فقام قياما طويلا بخ إلى ترش نحوا من قراءة سورة بقرة سورة ديش البارمية ثم ركع ركوعا طويلا ديخ ركوع دير ثم رفع حل وليريخ وقام قياما طويلا ويخ ليتر وهو إذا دون القيام الأول حلخج قيامي حلخج لا تري داتا قوتوش ثم ركع ركوعا طويلا ديخ ركوع دير وهو إذا دون الركوع الأول شل حلخج ركوع بارمي تقوش دوت ودريز ثم رفع يحل نيس ثم سجد تاخ سجود وسجود دير ثم قام قياما طويلا أخ يخرج سجود الحلو يشدق بخ الليتر وهو إذا دون القيام الأول حلق ليتن شول كيز قدر ثم ركع ركوع ديس ركوعا طويلا ديخ ركوع وهو إذا دون الركوع الأول حل ركوع دوت ودر ثم رفع تحت وحل يبيلر فقام دعني فيترز قياما طويلا ريخ ليترز وهو إذا دون القيام الأول حلق قياما لا داتقوش دير ثم ركع ركوعا طويلا تاخذه ركوع دير وهو إذا دون الركوع الأول حلق الركوع داتقوش حل ركوع تقوش دير ثم رفع حلقه بليرز ثم سجد سجود ثم انصرفت وخرج لام زنوار وقد انجلت الشمس مالخه دباست بالدخيس خلج حاله وروى سوشي مديسنا أيضا اشتت عن عائشة رضي الله عنها أنه طيب خلال صلى الله عليه وسلم قرأ ديشة في القيام الثاني شاء الله قراءة طويلة ديخ قراءة وهي أدنى كز قدر من القراءة الأولى حلشكات هذه الشغل وأنه بيامر صلى الله تعالى عليه وسلم خلال دي ترسو قال شاء الله في الرفع حلقه ولا رياح من الركوعين شن ركوع يرى سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد آلرتو ولا يطول السجدات سجود جداه الداس في الأسع أسعد كالجلوس بينها سجن وحا أرسداه الفر والاعتدال ده الداد والتشهد التحيات ده الداد قال في شرح المزبالة وهذا هو الراجع تولك هدو عند جماهير الأصحاب أصحاب أشدقوا بولشان جرقا وحكى نووي سيسنا فيه شرح المزبالة وفي روزة شاحة الخلافة إخلفلو قولين شدو أشدولوش وقال رافع سألا في الشرح فيه تنقى قولان شدو أشدو ويقال وجهان شتنقى وجه بؤول واطلق في المحرر مطلق اثناء الأثر قال وقيس مقابل تردنا على الركوع تردنا قلت أسأل الصحيح دك تدفيل هاي سجود جداه كما قال ابن صلاح ما قال ثبت في الصحيحين شن صحيح ستة في صلاة بيامر الله مزيح صلى الله تعالى عليه وسلم لكسوف الشمس بالغ سريع من حديث أبو موسى سديس الحديث ولبس سنلس فصلى بأطول قيام وركوع وسجود فصلى بيامر صلى الله تعالى عليه وسلم لا مزيد بأطول قيام أقول ويخ إلا ترشادين سلامة دشخي وركوع أقول ديخ ركوع وسجود أقول ديخ سجود ما رأيت قط يفعل طائس وإشديش تجنيش في صلاة سلامة ومن حديث عائشة حديث ولفظة في الصحيح بخاري صحيح هذا في الركعة الأولى حلش ركعتها فسجد سجودا طويلا ديخ سجود ديرته وفي ثانية شلدل شنقا ثم سجد وهو إذا دون السجود الأولي شلدل شنقا ها سجود ديخ الحلقة ركعتها دين دول سجود داتقو شريع وفي صحيح مسلم صحيح هذا ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه ركوع دين مدات والسجود دين مدات أصل ديخو وذكر رافع إسحاقنا أن تطويل السجود سجود هذا في صحيح مسلم صحيح هذا والناس تو رافع إسناستنا في بويطي شاها أنه إلى مزديش والخلر يطولها سجدناش دهدي الدلوش نحو ركوع الله الذي ركوع درزة قبلها سجودش نحو الخلدل والله تعالى أعلم لقل والله ديكوهوشو قال البغوي سهل فالسجود الأول حلها السجود كالركوع الأول حلها الركوع سنخدو والسجود الثاني شلد السجود كالركوع الثاني شلد الركوع سنخدو واختاره نووي خرجنا في الروزة روزة شاه وتسن
سنة دو مربوط لا سلامز جماعة عدر بالنسبة لجماعة بوجه على تمييز خلرتها المحول دحوزين عن نائب الفاعل نائب فاعل خلرها أي تسن سنة الجماعة در فيها تنقايا وينادى لها قيكرو الصلاة جامعة ألا أذان سنة قيكو نا حقوك شيء دوسيكا كما فعل إذا مدر فيمر صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس ما لا سريع جماعة مدرية وبعث لها مناديا قيك سقوغيتيس الصلاة جامعة آلا رواهما إشي ديسنا الشيخان شين شيخو وتسن سنة للمنفرد شاول والعبد اللين والمرد والمسافر نيقو كما ذكروا في شرح المواذب حاخ مدري وتسن در سنة في الجامع رزم مجدقا ويجهر بقراءة كسوف القمر بطلاشتا قراءة خشد يدو للشمس ماغلاشتا قراءة خشد يداس لأن الأولى حلدك في الليل بويس دول ديل والثانية شلدك في النهار دين دول ديل وما روى الشيخ عن شيخ ديسنك عن عائشة رضي الله عنها أنه بيامر خلال صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف مع بطلات لام زاقوشت قراءة والترمذي عن سمرة ديسنا قال صلى بنا النبي بيامر لام زيد خيسا صلى الله عليه وسلم في كسوف مع بطلات لا نسمع له صوتا شن أستخون سغزش وقال حسن صحيح ألا حديث قال في شرح المواذبة ألا يجمع بينهما تشنى يقول بأن الإسرار قيل عدر في كسوف الشمس ما لا سريعة خلرت والجهر قش داخل في كسوف القمر بوت لا سريعة خلرت ثم بعد الصلاة لامزن دين شوالتها يخطب الإمام وخطب ديده كما فعل فيامر مدري صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس ما لا سريعة رواه إديسا الشيخ عن شين شيخه خطبتين شيخت ديده بأركان ما شاشني أركان اشتا في الجمعة الرزبن عدلش خطبا أركان اشتا قياسا تردين عليها رزبن ديشتول خطبا تردين ويحث الناس نحصت البيبو إمام فيما تشنو خطبا على التوبة توب دردع والخير ديك بيرش بردع قال في الروزة شاء ويحرضهم يشتو البيبو على الإعتاق لاش حرب تردع والصدقة ساعين هم يلارتاح ويحذرهم إيش لربلر لهدو سارجر الغفلة غوف الخلرة والاغترار عيه بلراش ففي صحيح بخاري صحيح عن أسماء أحديثنا رضي الله عنها أن النبي بيامر صلى الله عليه وسلم أمر بالعتاقة لاش حربت الأمر ديسو في كسوف الشمس ما سريع ويخطب إمام المسافرين النوق بيوشار لامز دي تسير إمامه خطب دي ناخذ قاخلج ولا تخطب إمامة النساء زدرش لامز دي سار حلغي الزوجو خطب دي ولو قامت واحدة حلوة تشتار وعزتهن ترحيخا بيشتا فلا بأس كدات غدات رحيخا بيبوتو أخوتو حلوة تنزودرش ومن أدرك الإمام إمام قيسك في ركوع أول حلغش ركوع من الركعة الأولى حلغش ركعتها حلغش ركوع قيس أو الثانية شلو دولشون حلغش قيس أدرك الركعة ركعة قيس كما في سائر صلوات قدولش لامزش كما قياريخ أو في ركوع ثاني شلو دولش ركوع قيتشيز أو قيام ثاني شلو دولش حلوة ترى قيتشيز من أي ركعة من الله ركعة دلائد حلغة شو الله شو دلائد فلا يدرك ركعة تقيز قين تغلز أي شيئا منها تنعتحنهما قين تغلز في الأثر دول شنقاح لأن الركوع الثانية وقيامه شلو دول الركوع تنحل هو التر دول كالتابع للأول وقيامه حلغة الركوعنا تنحل هو الترنا تعدوش در سنة دول وثاني يدرك ما لحق به الإمام إمامة شادق إن شوخ قينو إذ ألا تو دينر لورش دو ويدرك إتعتي وتنرقير بالركوع شلد الركوع قيارتا القومة التي قبله تنحلخ خلدولشو إذ وترى قراءة قينو إذ فإذا كان ذلك إدلع في الركعة الأولى حلق ركعته وسلم الإمام إمام سلم درج قام هو مأموم حلوت كتع بسنوال وقرأ دوش دوتو وركع الركوع دوتو واعتدل اعتدال دوتو وجلس وحول وتشهد التعيات دوش دوتو سجود تديش وسلم سلام لدوتو أو في الثانية يشلط الركعة عدل عيز وسلم إمام سلام بلج قام اتعطي وتنخلوال مأموم حلوتو
وقرأ قراءة ديدوتو وركع ركوع ديدوتو ثم أتى تاقي هوارو إذا بالركعة الثانية شلط الركعة بركوعيها تنيشن ركوعتها وضعف لنا هذا القول هردوش بأن الاتيان وارخلرس فيه تنقع بقيام وركوع حلوة ترتية ركوع درتية من غير سجود دردوتش مخالف خلبلو يش خلرس لنزم صلاة لا مزا نظما وتفوت صلاة كسوف الشمس ما لا ترلامز دعتلو بالإجلاء دعبي البلد دعباست بلد لأنه يدل ديلا دعباست بلد المقصود بها أزلام زالو أشتك وقد حصل إخلة ولو إنجلا بعضها تنصحبك دعباسترش فلو صندوق الشروع شور في صلاة لامز دول ودوتون للباقي بوح بسنجر كما لو إن لم كسف دعباست بلد سنة منها تنع إلا ذلك القدر إبارا به ولو حال سحاب مارخ يقيلش وشك شيك فالش في الإنجيل دعباس بللا صلى لامز ديدو تحقق لأن الأصل دوشتك بقى الكسوفي لا سربوخ دي دليل ولو كانت إخيلش ما تحت غما من مرخش بوخي أخيلا فظن متت الكسوف ما لاتم لم يصلي لامز ديدات حتى يستيقن بلغ الخلص بلغ اللاسني خالص وبغروبها إما تشوبو درسة دعتل إسكاسفة اللاسنة بوش لعدم الانتفاع بيت بوستيل بها تنسى بعد الغروب دعبيز شوالتها وتفوت تعتل صلاة كسوف القمر بطلة سرلامز بالإنجلاء دعبي البلوز لما تقدم حل دخنشون وطلوع الشمس مالتقي ترسى لعدم الانتفاع بيت بوستيل بعد طلوع مالتقي شوالتها لا طلوع الفجر ستسرت عير لامز خلرسة شخص دول إذا في الجديدة لبقاء الانتفاع بيت يسر بخدي سندل بضوء تنرت والقديم ان تفوت إدعت البيت لذهاب الليل بويش تعيخان ديل دعتل ولا بغروب إدعبو دعتل إذا قبل الفجر الحلقة خاسفا لا استبون كما لو استتر دحو البرسان بغمام مرخش ولو خسف لاس إبوت بعد الفجر الإعلاش سلي في الجديدة لامز يده غاب أم لا قيل بولاح سبولاح وقيلس إن لم يغيب قيل سبولاح سلي يده قطعا خادم بنا ولو شرع في الصلاة لامز قبل الفجر الحال أو بعد يعير لامز خلخل شوالتها وطلعت الشمس مال حقيتش في أثناء ديش خانة لم تبطل لامز دو خدات كما لو انجل الكسوف لا تدعداست لسنة في الأثناء لامز ديش خانة ولو اجتمع كسوف وجمعة رزبا لامز مغلات لامز قول دلش تعنيس دلش أو فرز آخر يقي فرز خلال رزب وشنسان قدم الفرز فرز دك حفظ وقدو الجمعة أو غيرها رزب لا يقي لامز لا إن خيف قيريا فوتو فرز دعتي للقيرش لا فرز حفظ وقدو لضيق وقته تنخان كز خلرن ففي الجمعة يخطب لها خط ديدوتا ثم يصلي أتاخرز ديدوتا ثم يصلي الكسو تاخا مغلات اللامز ديدوتا ثم يخطب لها تاقب مغلات لنا خطب ديدوتا وإن لم يخف قيرا باتعد فوتو فرز دعتلر فالأسد دوشدك تقديم الكسو في مغلات الحظ داقدو لتعرضها إنقوش للففاتي دعتلر بالإنجلاء دعباس دعتلر غير دول ديلا إذا حظ دوقدو ثم يخطب تاخد ديدو للجمعة رزبا خد ديدو في سورتها أخصورتها متعرضة القوشة للكسو فالقوشة ووشش إزحاها ديش ولا يجوز مقدات أن يقصده سوء دقلاته والجمعة بطلات مغلات والجمعة شي دقلات مقدات بالخطبتين شين خطبة لأنه تشريك يقحل دلدل بين فرد ونفل سنة فردا يقير يدر دلدل ثم يسلي أقلام ديدوت الجمعة والثاني يقدم الجمعة حظ وقدو أو الفرز فرزدك حظ وقدو الآخر كفرز لأنهما أهم إشي كشت دلدل الله ولو اجتمع قلدل عيد أو كسوف عيدانية يا ما لا ترانية لا مزي وجنازة دقلا مزية قدمت الجنازة دقلا مزحل دوقدو لما يخاف قيرا بولشمنا من تغير الميت دقل خيس دلال بتأخرها تحت الترس وإن اجتمع جمعة وجنازة رزبية دقلا مزقل دلش
ولم يضيق الوقت خان قلت يا قدمت الجنازة دقلا مسحال دوخدو وإن داق خان قلت يلي روزبر قدمت الجمعة الروز محل دوخدو ولو اجتمع خسوف ووتر وتر لا مزي بطلات لا مزي قلدلج قدم الخسوف بطلات لا مسحال دوخدو وإن خيف فوات الوتر وتر راتل القيريع لأنها إذا آكت أغاضل